بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي آنساتي سادتي مشاهدينا الكرام في الوطن العربي الكبير، محبينا متابعينا عبر أبو ظبي الرياضية، وصلنا إلى الجولة الأخيرة من دور المجموعات، إلى هذه المواجهة المرتقبة، إلى هذا المنظر الجميل هنا في المدرجات في جذع النخلة في الملعب اللي يحتضن هذه المواجهة المرتقبة بكل تفاصيلها. في هذه البطولة الرائعة التي تقام هنا في العراق العظيم في الدرع الحامي للكل، أرجو العذر منك إذا خانتني حروفي، أرجو العفو منك إذا خانتني مشاعري تجاهك. العراق هي بلد والحضن الدافي الذي تشم فيه رائحة الأم وتشعر فيه بأمان الأب. العراق جمجمة العرب وكنز الرجال. ماذا لي أن أكتب أو أقول في حقك يا العراق العظيم، أو من أين تعيش في الجنة ولكنك أنت على أرض العراق. إلى أحبتنا في العراق، عراق الفن، عراق الفرات، عراق دجلة، إلى كل مواطن عراقي، إلى السيدة العظيمة بيعة المراديل التي أثبتت أن كل امرأة عراقية تحمل هي الأم للشعب كله. تحفظ أرواحكم بإذن الواحد الأحد. إن العراق بعرضه وبطوله وبمؤهلا والحمد في تأهيله. نعم، أنتم كسبتم البطولة قبل أن تبدأ، نقلتم أجمل صورة، احتفلتم مع الجميع سعيدا إيجابيا فرحا. القصص عديدة والمواقف كبيرة وكثيرة. شكرا للشعب العراقي العظيم، وهلا بكم. العراقي في الجهة اليمنى عرضية من حسين بالراس، أسود الرافدين اللي يتقدمون الآن بعد هذه الكرة العرضية. مصطفى ناظم وكأن رماها بيده. الدقة في الكرة الرأسية والمحاولة التي انتهت في شباك المنتخب اليمني. صمد، ولكن ايضا بمهارته مروه تقدم، نقلها في الجهه اليسرى لمصلحه المنتخب اليمني. عرضيه عاليه لعبد الواسع، استلام ممتاز، التسديده، لكن القائم المتابعه من ماهر والكره في الشباك. نعم، عادوا مره اخرى. والمنتخب اليمني وضع كل اماله وطموح ايجابيه، يعود الى المباراه لكن ايضا بهدف ابيض يلغى. لكن عينك على التسديده وعلى الرايه اللي حضرت التعادل عن طريق البديل احمد ماهر على ما يبدو بانه هو من سجل هدف التعادل. مر وتقدم وسدد، لكن كرته فيها رايه وتسلل في اللقطه وفي اللعبه الاخيره. رايه وتسلل تحرم المنتخب اليمني من هدف التعادل من العماني على مدار ايضا المباريات السابقه اللي جمعتهم في مختلف البطولات. او عفوا اليمني على تنفيذ ايمن حسين. ايمن يضعها عراقي يزهر بالثلاثه، يزهر الان ويسجل الثالث عن طريق اللاعب ايمن حسين. اسود الرافدين يسجلون الان ثالث الاهداف عن طريق اللاعب ايمن حسين من نقطه الجزاء. يضمن رقم 42. كره منقوله الان، عرضيه عاليه لايمن، يهيئ تسديده. هلا بكم بالاهداف، نحييكم. والمدرج الان يستعل مره اخرى بعنوان في هذه اللعبه، في هذه اللقطه، هذه الكره والمتابعه والتسديده على الطاير سددها، اللي دخل بديل لكي يغير النتيجه في الوقت اللي المدرج فيه ولع.
المدرج فيه ولع، مدرجات جذع النخل الآرام والتأهل إلى الدور القادم في انتظار القادمين من المجموعة الأخرى. لكن هدف ثاني جميل، فرحة كبيرة في المدرج. اللاعبين اليمنيين يطالبون حكم المباراة بإلغاء الهدف لأن أي منظر القرار من الفار، يأتي القرار على ما يبدو بتأكيد الهدف، لكن المدرج اليمني مرة أخرى. كرة بتعود الآن، محاولة لأمجد، عطوان نقلها عرضية، الخامس يا عيني على الخامس، يا عيني على الخامس، بالخمسة الخامس لأسود الرافدين، للمنتخب العراقي، للخضر. المنتخب العراقي يسجل نتيجة في هذه البطولة. هذه الكرة من بدايتها أمجد عطوان، البديل الفنان هو عنوان هذه المباراة في شوط ثاني في دقائق قليلة. سجل وصنع وتحصل على ركلة جزاء. أمجد عطوان هو كلمة السر، لكن حسين بكل هدوء ركنها.